السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع تيتا. هنتكلم في موضوع تكوين. ايه هو تكوين اللي طلعوا علينا بيه؟ عايزين تفهموا هو ايه، وانا كمان عايزة افهم هو ايه وايه اللي خلاهم يعملوه، واشمعنى السنة دي اللي قاموا يعملوا مركز اسمه تكوين. تعالوا نعرف مع بعض ايه الحكاية. تعالوا اقول لكم انا فهمت ايه الاول من الموضوع ده. فهمت ان عم عيسى جاب شلة كده وقال لهم تعالوا نعمل حاجة جديدة، حاجة مطرقعة، حاجة نبان فيها احنا خلاص قربنا نتكل على الله، فتعالوا نسيب حاجة ايه الناس تقعد تتخانق عليها والناس تعمل جدل وكده يعني. المهم فحبت مجموعة بتاعته، طبعا كلهم معروفين بالأسامي هم مين وعلاقاتهم ايه، وقالوا ماشي يلا نعمل. واخدوا صورة كده حلوة، وكان في ازازة بيرة موجودة، مش عارفة ايه علاقتها بالموضوع، ما علينا، ممكن تبقى فوتوشوب او ممكن لا، الله اعلم. فاتفقوا خلاص قالوا هنعمل تكوين. طب بيتكلم ايه يا عم عيسى على التكوين ده؟ بيتكلم عن ايه؟ بيقولك هنفكر، يعني هنعرف الناس صحيح دينهم، وهنجاوب على الأسئلة ويعني ونعرفهم الحاجات اللي هي غلط يعني اللي هم عارفين. ما شاء الله ما شاء الله. يعني احنا لما نعوز نعمل حاجة صح نيجي نسألك نعمل ايه او ما نعملش ايه؟ طب الازهر لازمته ايه؟ كتب السنة وكتب الشريعة وكتب الحاجات دي يعني لازمتها ايه؟ فعم عيسى هو عايز يبقى المسؤول عن الحاجات ديت ويقول الصح والغلط، وهو كبير مش عارفة كبير ايه، كبير الشلة اللي هو قاعد فيها. تعالوا اقول لكم بالتفصيل ايه اللي داير على الموضوع ده واراء ناس كتير. خليكم معايا وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكملوا لاخر الفيديو، هتستفيدوا وهتطلعوا بمعلومة. انا كمان طلعت بمعلومة. أثار إنشاء مركز تكوين الفكر العربي في مصر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وتسبب في دعاوى كثيرة وحملات على مواقع التواصل لإغلاقه، وبلاغ للنائب العام بدعوى تشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي ونشره للفتنة في العالم العربي. وأثارت صورة للاحتفال مؤسسي مركز تكوين اللي أنا قلت عليه، الشلة اللي هو جمعها. سقط العديد من رواد المواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور دشنوا هاشتاج إغلاق المركز ليتصدر الترند في مصر. وفي تأكيد خاص لموقع العربية نت، أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام ضد مركز تكوين لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. وتعرض المركز لسيل من الانتقادات، فرأى البعض أن المركز يناقش ثوابت الدين والسنة النبوية من غير المتخصصين، وذهب البعض الآخر إلى انتقاد مؤسسي المركز. وتصدرت مقولة أحد المؤسسين من منكر رحلة الإسراء أنكر رحلة الإسراء والمعراج، ويعاونه من أنكر أصح كتاب بعد القرآن وهو البخاري، يعني أنكر كمان البخاري. ويرافقهم من يسبون الصحابة، وبينهما ناشد آخرون الأزهر ليتدخل لوقف إنشاء هذا المركز قبل أن يبدأ نشاطه. ده جزء من البلاغ. ومن جانب تاني هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أعضاء في مركز تكوين الفكر العربي بصورة نشرها على صفحته بمنصة اكس، ويظهر فيها مؤسسو المركز بجوارهم ازازة البيرة. زي ما قلت لكم هم متجمعين، والصورة زي ما انتم شايفين، وفي جنبهم على الترابيزة ازازة واحدة بس للعقل، يعني ازازة واحدة مش هتكفيهم كلهم يعني. وقال علاء في تعليق على الصورة، علاء مبارك: مركز تكوين الفكر العربي، لماذا الحديث والكلام الكثير عنه والهجوم على هذا الكيان؟ المركز أعلن أن أهدافه نشر يعني للتنوير ونقد نقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية. وده كلام جميل جدا ومحترم، بس المشكلة إن هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الأشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون أساسا في السنة النبوية والعقيدة،
ومنهم من يسيء للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من يشكك في رحلة الإسراء والمعراج. تفتكروا كلامه صح؟ يعني هو مش معترض على المركز، هو معترض على الأشخاص اللي في المركز. أشوفكم في فيديو تاني عن الموضوع، ومتنسوش تعملوا لايك وشير.